بقميص نادي النهضة الرياضية البركانية. ينطلق الشوط الأول. الكرة تفتك، خطأ فادح، خطأ فادح. رمضان، كرة وصلت لعلاء عيسى، العودة لخالد عبد الحليم، التسديد من هنا محاولة، فرصة للمنتخب الليبي، التسديد كان قريبا للمنتخب الليبي، التمرير حارس المرمى، العودة للوراء. والمتوج بأول لقب من هذه البطولة المنتخب المصري في النسخة الأولى، وذكرت نظمت من خلال مجموعة واحدة. الهدف الأول للمنتخب المصري في البطولة وفي المباراة، تصبح النتيجة هدف مقابل شيء. هنا اللقطة، هنا التسديد. رمضان تحاول المرور، التسديد حارس المرمى. فرصة دائما للمنتخب الليبي، تسديدة خارج الملعب. مواجهة المنتخب المصري، هذا المنتخب القوي، هذا المنتخب العريق افريقيا. هذه المباراة، محاولة المرور، التسديد، الكرة يبحث عن تسجيل هدف آخر، تسديدة خارج المرور، فرصة التسجيل. ينجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الثاني، وحيدا بدون رقابة، كان وحيدا بدون أي وفي هذه الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول. ينطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات. كاميروني، المجموعة الثانية، المنتخب المصري، المنتخب الموزمبيق. فاز المنتخب المصري على نظيره المغربي. أنهى المنتخب الليبي في المركز الرابع، لم يتمكن من التأهل للدور الثاني. كرة ثابتة، محمد عبد الرزاق، من هناك وصلت في الجهة اليسرى دائما لعناصر المنتخب المصري، عميد المنتخب. هنا فرصة للمنتخب المصري، الهدف الثالث، الهدف الثالث للمنتخب المصري عن طريق اللاعب القدم اليسرى بهذه الطريقة. لم يترك لحارس. بين لاعبي المنتخب الليبي يبحثون عن الحل، هل سيتمكنون من تسجيل الهدف الأول؟ يحاول المرور، العودة لعميد المنتخب الليبي، التسديد حارس سام الورفلي، بحث عن التصويب، هنا تحضير، التسديد بهذه الطريقة. محمود عبد الرحمن يوصل الكرة لعبد الرزاق، هنا فرصة للمنتخب المصري على الساعة الخامسة في الوطني. هشام الدقيق في وسط الملعب دائما لعناصر المنتخب الليبي، التسديد، العودة للوراء، التسديد، فرصة. علي شوشان، التمرير، الكرة تفتك، فرصة، الهدف الرابع. تسديدة بهذه الطريقة، محاولة المرور، فرصة، حارس المرمى يتدخل. مشاهدينا الكرام، فوز المنتخب المصري امام نظيره الليبي ب4 أهداف مقابل شيء في المقابله الاولى بالنسبه